كمان اليوم معانا كوكتيل تاني. الكوكتيل ده بيتكون من لبن ستويا زي ما احنا عملنا كوكتيل اللي فات، مطحون اللوز اللي هو بقشره، يعني هنجيب لوز هنطحنه بقشره، كمان معانا قرفه مطحونه. نشوف الكوكتيل ده بيتعمل ازاي. اول حاجه في كوكتيل اليوم اللي هو متكون من لبن الصويا واللوز المطحون والقرفه، ان احنا طبعا هنجيب زي ما قلنا ازازه لبن صويا او كوبايه لبن صويا. تمام، نبتدي نحطهم في الخلاط اهو. تمام، ونبتدي نضيف عليهم الاتي. فكره يا جماعه الكوكتيل ده سهل قوي وممكن نشربه كمان الصبحيات، مفيد قوي للبشره. هبتدي احط على كوبايه اللبن الصويا او ازازه اللبن الصويا 3 معالق مطحون اللوز. ده لوز مطحون، وعلى فكره كمان ممكن نشتري اللوز المطحون ده من المحلات اللي بتبيع حلويات، اللي هي مثلا بتبيع الكريمه بتاعه الكيكه، المربات، الحاجات دي هنلاقي لوز مطحون بسهوله. اوكي، ادي 1 2 3. اوكي، دول 3 معالق لوز مطحون. كمان هضيف لهم معلقه قرفه، طبعا قرفه مطحون. طبعا هنضرب كل ده مع بعضه، ولكن في اختيارات. ممكن زي ما قلنا نحط تلج، ممكن نحط زبادي. انا عايزه المره دي اجربه من غير زبادي وهتدوقوا تقولوا لي رايكم ايه، والمره الجايه ممكن نعمله بزبادي وهنضيف له برده اضافات. هنبتدي كده نضرب. طبعا بعد ما ضربنا الخليط مع بعضه كله كده، هنبتدي نحطه في كاسات بنفس طريقه المره اللي فاتت، ويمكن انا هعيدها عشان تتذكروها وتحفظوها، وان شاء الله تبتدوا تعملوا الكلام ده. هنبل الكاسه في الميه، اوكي كده، بعدين نبتدي نحطها في السكر. ادي كده اول واحده. الثانيه هنعملها برده بجوز الهند، او هنعملها باللوز المطحون او القرفه المطحونه، بما ان ده فيه لوز او قرفه. اوكي، انا بس عايزه اجيب طبق كده احط فيه شويه اللوز المطحون اهو بنفس الطبق بتاعه. هبتدي احط برده الكاسه. يمكن احنا المره اللي فاتت قلنا ان احنا ممكن نحط فستق، ممكن نحط جوز هند متلون بالوان طبعا طبيعيه، بس انا ما افضلش، بس بنديها افكار. لو عندك حفله كوكتيل او عندك عيد ميلاد او كده. ده لوز مطحون زي ما انتم عارفين، عملتها كده باللوز المطحون. يبقى عندي واحده بالسكر البني وواحده باللوز المطحون، وممكن كمان تيجي قرفه مطحونه. كلها افكار جديده وكلها حاجات انتم ممكن تعملوها وتعملوا كمان على حسب ما بتحبوا. هنبتدي بقى نصب الخليط ده مع بعضه كده في الكاسات. طبعا لو لاحظنا ان الخليط ده ميه مش لزج، لان طبعا بروتين اللبن كان في الكوكتيل الاولاني اداله لزوجه. اوكي، لكن هنا لا حقيقي. زي ما قلنا في اول حلقتنا ان لبن الصويا من الحاجات المفيده جدا والمهمه جدا للناس، وكمان للناس اللي بتعمل دايت او الناس اللي حابه تحيا حياه صحيه بدون دهون. يا ريت يكتروا من لبن الصويا. كمان من الحاجات اللي بننصح بيها، يمكن كلنا ويمكن انا والله دايما بعمل كده، اول ما اقوم الصبح لازم اخد كوبايه ميه عاديه جدا، يعني لا سخنه ولا ساقعه ولا حاجه خالص. في كتير مننا بيقولوا خدي كوبايه ميه سخنه على الريق. الحقيقه انا من الناس اللي باخد كوبايه ميه عاديه جدا، بشربها اغسل بيها جسمي، وبعدين ابتدي اخد كاسه كوكتيل من اللي احنا عملناه او كوكتيلات تانية لسه ان شاء الله هتجيلكم في حلقات تانية، ولسه في الحلقات دي كوكتيلات هنعملها. وبعديها ممكن ناخد بقى طبعا يعني يمكن انا متعوده على نسكافيه، وناس كتير متعوده على قهوه، وناس كتير متعوده على شاي. اهم حاجه في اللي احنا بنقوله ده لما نقوم من الصبح نغسل جسمنا من جوه من الداخل بكوبايه ميه الاول، وكده نشرب عصير او كوكتيل من اللي احنا عملناه. بعد كده زي ما قلنا الكافيه او الشاي. ليه بنقول كده؟ لان مهم قوي ان احنا ما ناخدش الصبح ولسه قايمين كافيين على معده فاضيه. يعني يمكن بعد فتره بعد شر على الناس كلها بيعمل بعد كده قرحه وبيعمل مشاكل. او حتى القهوه، يمكن النسكافيه بلبن شويه اخف، ولو انه قوي بس شويه اخف ان ندخله لبن. لكن الناس اللي بتقوم الصبح فورا دي تشرب فنجان قهوه معاها سيجاره، هو طبعا يعني
دي طقوس الناس اتعودت عليها وبتعدل يومها ومزاجها، وزي ما بنسميها في حاجات تانية كتير الاستباحه بتبقى كده. بس طبعا ده على المدى البعيد بيأثر سلبا، فاحنا طبعا مش عايزين اي حاجه تأثر سلبا ولا اي حاجه تأثر على بشرتنا وشعرنا. فبننصح ان شاء الله كوبايه الميه، بعد كده كاسه الكوكتيل او اي عصير انتوا تحبوه، وبعد كده سواء هنشرب قهوه او نسكافيه. عايزين نبتدي نتعود على النظام ده، لان بجد ده فيما بعد هيريحنا وكمان هيدي لبشرتنا بجد نضاره. وهتشوفي الفرق ده لو حضرتك من الناس اللي ليها طقوس ان هي تشرب فنجان قهوه مع سيجاره الصبح، ده دايما ده من الحاجات الصعبه قوي. لكن لو انت غيرتي النظام وقعدتي شهر بس تاخدي كوبايه الميه وبعد كده كاسه العصير او الكوكتيل اللي احنا عملناه، وبعد كده تشربي بقى نسكافيه او القهوه، صدقيني هيفرق كتير جدا وهيبان على بشرتك. وكمان العصاير والكوكتيلات بتدي للبشره حيويه. غير ان طبعا احنا اشتغلنا يمكن النهارده، ودي كانت اول مره نشتغل بلبن الصويا ونوريه لكم طبعا على الكاميرا. لبن الصويا من الحاجات المفيده جدا. عايزاكم تجربوا الكوكتيلات وتبعتوا لي وتكلموني وتقولوا ايه الاخبار، وبجد طعمها حلو جدا. ويمكن لو شويه سقعناها او ضربناها بتلج مجروش او ضفنا عليها بعض الحاجات اللي انا قلت عليها في اول حلقه هتدي طعم مختلف. بس انا عايزاكم الاول رجاء يعني تجربوها الاول لوحدها، وبعد كده تبقوا تضيفوا الاضافات لسبب بسيط، لان انا عايزاكم تعرفوا طعم الحاجه الاول ايه. وكمان برضو لما نجيبوا علب اللبن او ازازه اللبن زي ما انا جبتها، تدوقوا اللبن لوحده. انا يهمني برضو تعرفوا تست الحاجه ايه، طعم الحاجه لوحدها ايه، وكده لما نيجي نضيف لها اضافات نبقى احنا بقى قادرين نميز. احنا بنحبه مثلا بالفراوله، بنحبه يبقى ساده، بنحب الاضافات اللي احنا نبقى نحطها ولا لا. نشوف الكوكتيلات اللي جايه مع بعض.